تصريح خطير من مدرب المغرب وليد الركراكي قبل مواجهة منتخب كرواتيا، يقول: سنلعب أسوأ مباراة غدا، انظر ما السبب. إليكم التفاصيل كاملة في هذا الفيديو، بس خلينا قبل ما نبدأ في المشاهدة ياريت نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كنتم محبي ومشجعي للمنتخب المغربي فياريت ما تنسناش بلايك واشتراك للقناة علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. هيا بنا لنبدأ. تحدث وليد الركراكي المدرب الفني لمنتخب المغرب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم ضد منتخب كرواتيا، وقال: مواجهة المركز الثالث أسوأ مباراة سنلعبها في كأس العالم، لكن نريد أن نأخذ ميدالية معنا، نرغب في أن نكون على منصة التتويج. وقال أيضا: كنا نتمنى الفوز على المنتخب الفرنسي والتأهل إلى النهائي، والآن نود أن ننهي البطولة بقوة وبأفضل صورة. وقال: مواجهة كرواتيا ستكون صعبة، خاصة إننا نعاني من بعض الإرهاق، والمنافسة ستكون أشدها بين الطرفين. وقال: نريد أن نثبت إننا من أفضل المنتخبات في العالم، مباراة الغد ستكون مختلفة، وسنلعب من أجل الحصول على المركز الثالث بهدف التقدم في تصنيف المنتخبات، نود تمهيد الطريق لمستقبل أفضل لكرة القدم المغربية. وقال: كنا نستحق ركلة جزاء واحدة على الأقل في مواجهة فرنسا، لكن هذه هي كرة القدم ويجب علينا أن نتأقلم مع الوضع. وبكده يبقى انتهينا من هذا الفيديو، وإن كنتم محبي ومشجعي للمنتخب المغربي فياريت ما تنسناش بلايك واشتراك للقناة علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.